يا اخي الواحد بيعاني عشان يفهم زمايله دول. كل يوم تروح بيتك متضايق بسبب واحد قال لك كلمه، تفضل شاغل بالك طول الليل كان يقصد ايه، وتاني يوم تبقى مستني له على غلطه عشان تتخانق معاه، ولو مديرك تفضل كاتم في نفسك عشان له سلطه عليه، وممكن تطلع غلك على الناس اللي موجوده في البيت. طب وعلى ايه كل ده؟ ما تيجي نلعب لعبه مع بعض، وهو المره ارسيك على كام نوع من زمايلك اللي بتعاني منهم واقول لك تتعامل معاهم ازاي. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا سيدي، هنقسم زمايلنا دول لاربع الوان: احمر، اصفر، اخضر، وازرق. الموظفين اللي لونهم احمر دول شايفين ان هم لهم رؤيتهم ومحدش بيفهم غيرهم. لو قلت لهم مسلمات زي الشمس بتشرق من الشرق، ممكن تلاقيه يقول لك لا مش بالظبط. ردود فعلهم سريعه وبيحبوا القياده، وتحسهم قافشين طول الوقت ومشغولين بالشغل وبس. دول ما تحاولش تجادلهم كتير او تقنعهم بحاجه مخالفه لارائهم، وخليك واضح ومباشر ومختصر في الكلام. اما اللون الثاني بقى من الموظفين وهو اللون الاصفر، ده بقى موظف فرفوش ودمه خفيف وكرييتيف في نفسه كده، وده كنت عملت لك عنه فيديو قبل كده. الموظف ده مشكلته انه ما بيحبش الروتين ومودي حبتين، فلما تلاقيه مبسوط حاول تجاريه، بس اعمل عليه كنترول. ليه؟ عشان لو مسك ودنك مش هيسيبها، هو طبعه كده. ولو انت مديره بعد ما تقول له ايه المطلوب منه لازم تبعته له في ايميل: معذور يا حبيبي المكنه خفيفه. نروح بقى لثالث لون وهو اللون الاخضر. ده بقى في اللذيذ منه، هادي ولطيف، ما بيحبش الصراع ولا المسؤوليات. موظف مطرح ما تحطه هتلاقيه. هو مش عايز منك اي حاجه غير انك لما تنتقده في حاجه تكون عن الشغل وبس. ولو عندك حاجه مش عاجباك في شخصيته يا ريت تحتفظ بيها لنفسك، عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتحز في نفسيته. كده ما عادش فاضل معانا غير رابع لون. ده موظف راسي ومتأني كده وفاهم كل حاجه بتقولها له، والاناليتيكال ثينكينج عنده عالي، بيفكر قبل ما بيتكلم. وده اللي بسببه ممكن تلاقيه بيسالك اسئله كتير. حس المخبر عنده عالي شويه، منظم وبيسعى للكمال لاقصى حد. البرفكشنزم عنده عالي، عشان كده قبل ما تفكر تتكلم معاه خليك عامل حسابك باجابات لكل الاسئله اللي ممكن يسالها لك، لانه لو لقاك مش منظم في اجاباتك ومش فاهم انت بتقول ايه عمرك ما هتبقى صاحبه. ولو انت مديره وبتديله تاسك اعمل حسابك تديله وقت عشان ينفذ. ما قلنا البرفكشنزم عنده عالي. الاربع الوان دول كانوا وصف لسلوكيات موظفين كتير بنقابلهم في شغلنا من كتاب محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون. يا ترى بقى انت طلعت اي لون فيهم؟ هستناك تقولي في الكومنتس.